ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. طبعا زي ما كلنا عارفين ان في العديد من الافلام المرعبة اللي بتعتبر مبنية الى حد كبير على قصص حقيقية، وبتتضمن عناصر من الواقع، وبتستند تقارير وشهادات واقعية، وبتحتوي كمان على العديد من الاضافات الدرامية والخيال يجعل القصة تبدو اكتر اثارة. والفيلم اللي انا اخترت اننا نتكلم عنه النهارده هو فيلم ذا كونجيرينج، واللي كان بيتكلم عن احدى العائلات واللي اتنقلت لمنزل قديم في ولاية رود ايلاند في سبعينات القرن العشرين، وهناك بدأوا يواجهوا ظواهر خارقة زي الأبواب اللي بتتقفل وتتفتح لوحديها، والأصوات الغريبة، وحركات الأشياء اللي ملهاش تفسير، وأحيانا كانوا بيتعرضوا لهجمات جسدية وروحية واللي هددت سلامتهم بشكل كبير. وبعد العديد من المحاولات الفاشلة لحل المشاكل، اضطروا ان هم يتصلوا بالزوجين إد ولوين، واللي كان عندهم القدرة على التحقيق في الظواهر الطبيعية. وخدوا بالكم الاتنين دول بيمثلوا شخصية زوجين حقيقيين كانوا عايشين فعلا على أرض الواقع. ده غير ان الأجزاء بتاعت السلسلة دي كانت كلها مبنية على قصة حقيقية، واللي تاريخها كان مليء بالمآسي والوفيات الغامضة. وفي الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم عن القصه دي بالتفصيل، بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدا تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والقصه الاصليه بتعود لاحداث حصلت سنه 1971 لما السيد روجرز والسيده كارولين بيرن، واللي كان عندهم 5 بنات، انتقلوا علشان يعيشوا في منزل قديم في مدينه هارسفيل بولايه رود ايلاند في الولايات المتحده الامريكيه. والبيت ده اصلا كان عبارة عن مزرعة واسعة اتبنت في القرن ال 18 او تحديدا سنة 1736، ومعظم الجيران اللي حواليهم قدموا لهم نصيحة مشؤومة وحذروهم من المنزل ده. لكن للأسف التحذير ده جه متأخر بعد ما العيلة كانت قامت بتوقيع العقد واتنقلت بالفعل. بس بعد وقت قصير من سكنهم بدأ البيت كله يلاحظ وجود أصوات خافتة وهمسات وخبطات خفيفة على الجدران، وبعض الروائح الغريبة، والأبواب اللي كانت بتتفتح لوحديها، والفرش أو المفروشات اللي بتتحرك من نفسها، بالإضافة للانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة في بعض الغرف. ومع الوقت الأسرة بدأت تلاحظ وجود كيانات متعددة في المنزل. فعلى سبيل المثال أندريا بيرن، ودي كانت الابنة الأكبر ليهم، قالت إن هي كانت بتشوف أحيانا أرواح مسالمة زي شبح سيدة عجوزة كانت بتقف جنب السرير بتاعهم وبتطمن على البنات وبتطبطب عليهم كل ليلة. ولكن بعد وقت قصير بدأت قوة أكتر شرا في التسلل ليهم، والفتيات كلهم بدأوا يدعوا إن هم تعرضوا للهجوم من قبل أشباح غير مرئية، واللي كانت دايما بتكلمهم عن الجثث اللي موجودة في جدران البيت. فعلى سبيل المثال الطفلة سيندي ذكرت إن في صوت غير مجسد أخبرها عن وجود 7 جنود اتقتلوا وتم دفنهم في جدران الغرفة بتاعتها. ده غير إن أندريا كمان بدأت تزعم إن في شبح ذكر قام بتعذيبها هي وإخواتها بشدة لدرجة إن هي رفضت حتى إن هي تقوم بإعطاء أي تفاصيل محددة عن التعذيب ده. ده حتى الأم كارولين نفسها بدأت تشعر بالألم في جسمها بدون سبب واضح، وبتقول إن هي كانت بتتعرض للضرب والدفع وبتقع على الأرض فجأة. وكمان بدأت تنام لساعات طويلة جدا، وحست إن في حاجة غريبة عمالة تستنزف طاقتها الداخلية. لكن الأمور بدأت تزداد سوءا لما امرأة باللون الرمادي بدأت تسهر جنب سريرها، وكانت دايما بتأمرها بالخروج وإلا هتطردها بالموت والكآبة. والعلماء لغاية النهاردة بيؤمنوا إن الامرأة دي كانت شبح لسيدة اسمها باتشيبا سير، واللي يقال إن هي عاشت في نفس البيت ده في القرن ال19 تقريبا. والناس طول الوقت كانوا بيتهموها بإن هي بتقوم بعبادة الشيطان، وكانت دايما بتقدم الأطفال الرضع كقربان ليه. لكن في الآخر في ناس كتير بدأت تزعم إن هي قامت بشنق نفسها عند شجرة قرب البيت سنة 1885. لكن طبعا ده كله كان جزء من الأساطير الكتيرة اللي كانت بتحيط بيها. وطبعا باتشيبا اعتبرت نفسها سيدة المنزل ده،
وسكنت جوه جسد كارولين علشان ترعب كل اللي موجودين معاها. وطبعا بسبب تعاظم الظواهر دي كلها، عيلة بيرن استدعت إد ولورين وارن، واللي كانوا معروفين في الزمن ده كأكبر خبراء في الظواهر الخارقة. وبعد إجراء التحقيقات الكافية، إد ولورين عثروا فعلا على أدلة بتثبت وجود قوة شريرة كانت بتأثر على العيلة. وكمحاولة لإنقاذهم قاموا بإجراء طقوس في قبو المنزل، وتم استدعاء كاهن كاثوليكي علشان يشاركهم فيها. ولكن لسوء الحظ الجلسة ما مشيتش زي ما هما كانوا عايزين، وده اللي خلى الأمور تبقى أسوأ بكتير. ولورين رفضت إن هي تذكر علنا عن تفاصيل الأحداث اللي حصلت أثناء الجلسة الروحانية. لكن أندريا بيرن بتأكد إن هي تسللت للطابق السفلي لحضور الجلسة بنفسها. لكن من وقتها ما قدرتش إن هي تبص لوالدتها بنفس الطريقة مرة تانية. فكارولين بدأت تتكلم بلغة ما كانتش من ضمن لغات العالم أساسا، ده غير إن هي كانت بنبرة صوت مش آدمية أصلا. والكرسي بتاعها اترفع في الهواء وتم رميها من فوقيه. وبناء على كلام أسرة بيرن فهم ما زالوا مسكونين بروح السيدة باتشيبا. ده حتى أثناء تصوير فيلم ذا كونجيرينج اللي احنا عارفين إن هو تم إصداره سنة 2013 تمت دعوة الأسرة دي كلها لموقع التصوير، لكنهم رفضوا بسبب خوفهم من النبش في الماضي. ده غير إن كارولين قالت إن لما عيلتها كانوا بيخضعوا للاستجواب هبت عليهم ريح شديدة واللي أدت لسقوط الكاميرات والأضواء. والأنباء بتشير إلى إن كارولين في نفس اليوم ده وقعت وقعة قوية جدا أدت لكسر فروكها، واضطرت لإجراء عملية جراحية فورية. وده طبعا أثار تساؤلات كتيرة حوالين احتمالية وجود صلة بين الحدثين دول. لكن أندريا اختارت إنها تتكلم علنا عن تجربتها، وقامت بتوثيق الأحداث اللي هم مروا بيها في سلسلة كتب معروفة باسم هاوس اوف داركنينج وهاوس اوف لايت. وعملت اللقاء وأكدت إن كل البشر اللي عاشوا في البيت من بعديهم قاموا بمغادرته بسرعة وهما بيصرخوا وبيركضوا لإنقاذ حياتهم. لكن في المقابل بناء على كلام السيدة نورما سوتكيلف اللي اشترته سنة 1987 واللي ادعت إن المنزل ده ما كانش مسكون أبدا، ده حتى بعد إصدار الفيلم نورما فضلت برضه إن هي تعيش بعيدة عن الأضواء، ورفضت إن هي تقوم بفتح المنزل للجولات السياحية لفترة طويلة. ولكن في الآخر زي ما كلنا عارفين فالمنزل ده النهاردة بيعتبر من أشهر الأماكن اللي السياح كلهم بيسعوا لزيارتها من جميع أنحاء العالم. وهو حاليا بقى ملك المجموعة من المستثمرين اللي قرروا إن هم يفتحوا له الزوار كبيت مسكون بهدف السياحة والتجارة. بس أهم فرق احنا لاحظناه في القصة اللي احنا لسه متكلمين عنها هي إن نهايتها كانت مختلفة تماما عن اللي شفناه في الفيلم. فروح الشريرة ما تمش طردها واستمرت في مطاردة الأسرة كلها لمدة سنين طويلة من بعد زيارة إد ولورين ليهم. ده غير إنه للأسف العيلة اضطرت إن هي تفضل موجودة في البيت لمدة 10 سنين تقريبا بسبب صعوبة بيع العقار والمشاكل المالية. وأي نعم محدش فيهم مات، لكن للأسف برضه ما كانتش هي الخاتمة السعيدة اللي احنا كلنا كنا فاكرينها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، وياريت تكتبولي تحت في الكومنتات عن الشخصيات المرعبة اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوا عنها في الفيديوهات اللي بعد كده. واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.